Closed doors, I'm a fool for your love. سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا الفيديو نتاعنا اليوم. ان شاء الله اموركم طيبه وان شاء الله راكم بخير وعلى خير. الفيديو نتاع اليوم راح نشارك فيه معكم وصفه سهله بزاف اقتصاديه في نفس الوقت نتاع كوكيز او شوكولا ولا كوكيز بالشوكولا، خفاف مقرمشين من برا وطريين من داخل. فما يخص المكونات واش راح نحتاجو كاس نتاع السكر، بيضتين. طبعا انا كيلت بهادو نتاع الفلون، نتوما كيلو بالكاس او كيلو بنفس الكيله. فوالا رايحين اول خطوه نخلطوا السكر مع البيض ديالنا، يعني ماشي لازم يدوب، فقط يتجانسوا مع بعض. ومن بعد نضيفوا الكاكاو ونضيفوا الزيت ونضيفوا الفارينه ونضيفوا الخميره الكيميائيه. طبعا تحبوا تستعملوا البيتران، تحبوا تستعملوا الباتور، الخلاط الكهربائي، كما تحبوا نتوما انفوي. اي حاجه تسهل لكم العمليه اعملوها. انا دائما نحب ندير لكم طريقه تكون سهله كامل تقدروا تعملوها. اعتذر عن الصوت ديالي لانه غير كيما وين نوت سي بوسا راهو شويه مازال ما تسقمش. هنايا استعملت حوالي ربع مغارف وشويه نتاع الكاكاو. طبعا انا هذا الكاكاو ديالي خشين، انتم استعملوا اي نوع عندكم. طبعا اي نوع متوفر عندكم في المنزل استعملوه. تحبوا تكثروا الكاكاو يجيكم ولا يجيكم اللون اغمق كما تحبوا. طبعا كامل نحبوا الكاكاو وكامل نحبوا الشوكولا. الكميه اختياريه، انا حطيت 4 مغارف كبار وشويه. راح ندخلوا بلا سباتول، ومن بعد نضيفوا الزيت ديالنا. طبعا الزيت ديالنا عندنا نص كاس نتاع الزيت. طبعا بما انه انا كيلت بهذوك الكيلات نتاع الفلون، راح نحط نص كيلو. فوالا ان شاء الله كل حاجه راهي مفهومه. هذا القوام اللي راح نتحصلوا عليه كاول حاجه. هنايا ضفت الزيت رايحه ندخلو، ومن بعد نضيف الفارينه. طبعا الفارينه كل وحده والنوعيه اللي راح تستعملوا لها، كل واحد والنوعيه اللي راح يستعملها. طبعا كاين الفارينه اللي تنشف غابيدمون، اللي تشرب السوائل في ساعه، وكاين اللي لازم تضيفوا شويه في الاخير باش تحصلوا على القوام نتاع العجينه ولا نتاع الخليط اللي تحبوه ولا اللي تحتاجوه. فيما يخص الكميه نتاع الفارينه انا استعملت كاس ونص، يعني كيلة ونص من نفس الكيلات اللي استعملتهم من قبل. المهم كيلو بكيلة وحده ولا بكاس واحد، ماشي كاس كبير وكاس صغير، ماشي كيلة كبيره وكيلة صغيره. فوالا فيما يخص لا لوفير شيميك راح نحطوها في الاخير ايضا مع الفارينه. راح نستعمل فقط كيس ولا ملعقه كبيره اكل نتاع الخميره الكيميائيه. فوالا يعني هذا لي كوكيز ساهلين بزاف، وفي ساعه يطيب وفي ساعه يوجدوا يعني. سورتو كي يجي واحد عندك العغفله، تجي عندك صاحبتك، تجي عندك حبيبتك ولا اي حاجه، تقدروا ديروهم حاجه زايده هكذا. تتقهواو بيهم، تعديو لا فان جورني بيهم، تديهم معاكم تخرجوا، تحوسوا تاكلوهم. المهم حاجه خفيفه وفي ساعه تتوجد. فوالا كما قلت لكم الفارينه استعملت كاس ونص ولا كيلو ونص. لكن شفتوا الخليط نتاع لي كوكيز ديالكم يحتاج شويه نتاع الفارينه، زيدوا له شويه نتاع الفارينه في الاخير. طبعا كما نعرفوا لي كوكيز القوام نتاع العجينه ديالهم ما يكونش جاف وما يكونش ناشف وما يكونش يابس، يقعد معلك وتقعد لاباط خفيفه خلاص وتتعلك كما نقول انا. فوالا راح نخليو الخليط نتاعكم في الثلاجه يرتاح 30 دقيقه، يعني نصف ساعه، ومن بعد تشكلوه كيما تحبوا. فيما يخص الحجم انا عملتهم كبار، نحب لي كوكيز نتاعي كبارين، نتوما صغروهم ولا كبروهم ولا عملوهم متوسطين الحجم كيما تحبوا. هنا راح نكمل كامل الكميه نتاع الفارينه، ندخلها مليح ونحطها في الثلاجه ونغطيها بان ساشي اليمونتير ولا بحاجه تكون تاع البلاستيك. في هذا الوقت تكون الفرن ديالنا يسخن على درجة حرارة 180 درجة. نحطو البابي كويسون ولا ورق الطهي ولا ورق الزبدة فوق الصينية تاعنا باش ما يلتصقش الكوكيز ديالنا، ونطيبوهم من تحت ونزيدو من الفوق. ما ياخدوش وقت بزاف، في ساعة يطيبوا. فوالا اللي ما يحبش الكاكاو تقدروا تستغناو عنه وتحطوا شوكولا طارتيني ولا شوكولاته الطلي. اي حاجه متوفره عندكم في المطبخ ولا في الدار اعملوها. هاد الكوكيز يهبلوا مع الحليب مع التاي مع قهوه سخونه. انا عجبوني هبلت عليهم، ما في الدار كامل عجبوهم وما قعدوش يعني. فيما يخص الكميه ولا عدد الحبات اللي راح نشكلوهم،
تاع لي كوكيز على حسب لي ديمونسيون ولا على حسب الوزن تاع لي كوكيز ديالكم ولا لا كوكيز ديالكم. لكن رايحين تكبروهم ما راحش يجيكم بزاف، لا ولا راكم رايحين تصغروا الشكل راح يجيوكم بزاف. كما قلت لكم انا عملتهم كبار. فوالا هنايا نخليهم يرتاحوا ونشكلوا مع بعض ان شاء الله لي كوكيز ديالنا. وانتم في هذا الوقت ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي دائما نذكركم في هذه الخطوه. ما تنساوش ايضا تخليوا لي تعليقات اسفل الفيديو، وما تنساوش ايضا لايكات. ما على باليش الخلل اين هو، تتفرجوا الفيديو وما تخليوش اللايك، ما على باليش علاش. المشاهدات كاينين شويه ولكن اللايكات ما كانش واحد زوج، ما فهمت انا علاش. واش الخلل في الفيديو او واش الخلل في المحتوى يمنعكم انه تعملوا لايك او حاجه ما عندكمش الاصابع باش تعملوا لايك. ما على باليش. المهم هذا هو القوام الاخير. يعني الوقت اللي رايحين تاخذوه في التحضير نتاع هاد العجينه نتاع الكوكيز 30 دقيقه يعني تكون واجده ولا مامبا. وهذا ما كان. هاي فرشت البابي كويسون ديالي في الصينيه ورايحه نشكل لي كوكيز ديالي. دهنت هذا الملعقه نتاع الايس كريم بالزيت باش ما يلتصقش. دهنت ايضا الايدي ديالي باش نكور الحبه ديالي نتاع الكوكيز ونحطهم في الصينيه. طبعا ما راحش تقعد اون بول هكذا تحطهم في لوفوغ، ولا كي تحطوهم في لوفوغ رايحين يضاعفوا الحجم ورايحين يطلقوا رواحهم. فوالا من بعد ما تطيب الكوكيز ديالكم ولا يطيب الكوكيز ديالكم خليوه يبرد قباله بالكامل باش نحيوه من الصينيه. فيما يخص التزيين انا استعملت شوكولا دائبه ولا شوكولاته السطل، ذوبتها في حمام مريم وحطيتها من الفوق هكذا، درت خطوط. تحبوا تخليهم كما راهم سامبل، انا ما عجبونيش سامبل، جاو سامبل بزاف. ما فيهمش حاجه باهيه دونك حبيت نحط لهم شوكولا دائبه من الفوق هكذا باش يجيو باهيين اكثر مما يكونوا سامبل. وايضا هما ما يجوش حلوين بزاف، تما الشوكولا دير لهم شويه الحلاوه. فوالا الفيديو نتاعنا ما بقالوش بزاف، دوك انا نحطهم يطيبوا. طبعا طيبتهم على مرتين، ما نقدرش نعمر الصينيه تاعي سينو رايحين يلصقوا في بعضهم و ما يجيش الشكل باهي. دونك بعدوا المسافه بين حبه وحبه باش يجي الشكل سوا يجي دائري. فوالا هذا هو هنايا كيما راكم تشوفوا. طبعا ما رايحينش يقعدوا ديبول هكذا، رايحين يطلقوا روحهم، رايحين يتبسطوا. فوالا في الوقت اللي راه لي كوكيز ديالي راه يطيب، رايحه ندوب الشوكولا نتاعي اتارتيني ولا ندوب شوكولاته الطلي ونحطها من الفوق هذا كخطوط متوازيه كما راكم تشوفوا. جاو بنانين بزاف كما قلت لكم في الاول نتاع الفيديو. مكرمشين من برا ورطبين ولا طريين من داخل معلكين. طبعا لما يزيدوا يبردوا ويقعدوا اليوم الموالي رايحين يرطبوا. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تابعوني للانستغرام اللي راهو اعلى الشاشه هكذا باش تعملوا اي حاجه من خلالي نشوفها ونشوف الاعمال ديالكم ونبارطاجيها عندي. هنا راح نقطع معكم حبه. شوفوا جو غايه مكرمشين لي كوكيز طبعا كيما نعرفوهم كامل. وهذا ما كان اللي شهادهم نقولها شهيدك في الجنه. ان شاء الله تعملوهم ويعجبوك. ما عليا الا نقول لكم نتلاقاو في الفيديو القادم. خليكم دائما ايجابيين. سلام.